فالفساد المنتشر على ظاهر هذه الأرض لا بد أن يعود وباله على ساكن الأرض وأهل الأرض، حتى يعلموا أن الذي حكم الأرض والحاكم على الأرض لا يرضى بالفساد في الأرض. ولذا أخبر الجبار أن اليهود من شأنهم ويسعون في الأرض فسادا، هكذا بلفظ المضارع الذي يدل على الاستمرارية في الفساد من قبل اليهود، أنهم يسعون في الأرض فسادا بصورة دائمة مستمرة. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ولهذا حينما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام ويظهر المهدي ويقاتل المهدي عليه السلام مع عيسى عليهم السلام الدجال، وحتى يقتل اليهود قتلا ذريعا، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتل، فيخلص الله أهل الأرض من اليهود فلا يبقى على وجه الأرض إلا مسلم وكافر، فيحصل من الخير ما يحصل لأن السلامة والمصالحة تحصل، وذلك لأن الذين يسعون في الأرض فسادا قد خلص الله منهم العباد والبلاد. هؤلاء هم اليهود، سلسلة متصلة من الظلم والفساد والبغي والعناد، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وما حاصل ما هو حاصل إلا نتيجة لفساد وإفساد اليهود في أرض الله عز وجل. فالفساد الحاصل على المستوى العسكري مآله اليهود، وعلى المستوى الاقتصادي سببه اليهود، وعلى المستوى السياسي سببه اليهود، وحتى على المستوى الصحي سببه اليهود. ويسعون في الأرض فسادا، وحتى السحر أئمته ومعلموه ورواده وأصحابه هم اليهود.